اهلا بيكم فيديو جديد حبايب قلبي. النهارده عملت لكم ميزانيه ال 600 جنيه فراخ ولحمه هتكفينا وهتجيبنا اسبوع 10 ايام. طبعا وقلت وهقول برضو في الفيديو ده المشتريات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في كل بيت، او عن نفسي انا مقتنعه انها لازم تكون موجوده في كل بيت. بصوا يا جماعة، سواء هتجيبوا فراخ وتقطعوها أو هتجيبوا حاجات متقطعة جاهزة زي اللي أنا جايباها دي، حسب المتاح ليكي في المكان بتاعك، وتحسبي حساباتك وميزانياتك والكلام ده. دلوقتي في كل مدينة وفي كل قرية في ناس بتبيع أطباق من دي، أطباق صدور، أطباق فراخ، أطباق دبابيس، أطباق إفخاد، أطباق كبد، أطباق كبدة وقنصة، أطباق مثلا صدور فراخ، أطباق صدور بعظم، صدور مخلية، وهكذا. فأنتي بتعسعسي كده وتدوري وتشوفي الأماكن دي فين، وتجيبي منها احتياجاتك علشان تبقى موجودة عندك في البيت. بتجيبي بقى بميزانية. لو جبتي ب 600 جنيه فراخ هتقطعيهم التقطيعة دي. لو جبتي كل طبق من الاطباق دي لوحده هتقطعيه برضو، هتعينيه وهتتبليه وهتعينيه متبل في الفريزر. يبقى تحت ايدك كده كنز. تفتحي التلاجة، احنا في البرد فعايزين نقف هو ساعة واحدة او يوم واحد، مش عايزين ندننا واقفين في المطبخ كل يوم كل يوم كل يوم. هاتي حاجتك ورتبي امورك، اقفي ساعتين وارتاحي، بعد كده الجو برد. ده نصيحة ليكي يعني. هنا بقى رتبت الامور اهو، جبت بفتيك وجبت طبعا الاطباق دي كل طبق ما عدا البفتيك والكبد ب100. البفتيك يا جماعة ب200، والطبق اللي هو الكبد بتاعت الفراخ دي ب45. فكده كفيت ووفيت. وجبت فاكهة استفندي، وجبت كمان ايه، وجبت بسلة وجزر وطماطم طبعا وحاجات من دي. جبت ايه مشتريات كتيرة. المهم ان انا مليت البيت بالخير، وعملت شوية احتياطات بمشتريات أساسية، وتبلت توابلي وتبلت لحومي وحطيتها في الفريزر علشان وهي مفككة بالمرة قبل ما تتجمد. واطلعها، عملتها في اكياس كده اطلعها اطبخ منها على طول، تسهل عليا الامور. في بقى مشتريات اساسية لا غنى عنها في كل بيت. زي ايه؟ زي البيض يا جماعة، اساسي اساسي اساسي. الولاد يعني غلب تفكيرهم خالص ومبقوش عارفين ياكلوا ايه، بيقوموا سالقين بيض او قليين بيض وحاطينه في سندوتش. فالبيض اساسي في البيت يا جماعة. البطاطس أساسية أساسية في البيت برضو، في البيت برضو. أنا احترت هاكلهم إيه، جوع آخر الليل، العيال جعانين راجعين من دروس، الغدا خلص، أروح سلقة بطاطس، محمرة بطاطس، خلاص. يبقى عندي الحاجة دي أساسية. الخيار، الطماطم، الفاكهة، الفلفل بالنسبة لي أساسي، وكله فيتامينات. بس أنا النهاردة جايبة الفلفل علشان محتاجاه أحطه في المكرونة البشاميل. طبعا المكرونة البشاميل وصفة سهلة وسريعة، وبعملها صحية بقدر الإمكان، وبجيبها علشان ولادي أصلا بيحبوها وبيطلبوها. لازم مع بجيب ب100 جنيه مفروم زي ما انتم شايفين كده، وبجيب عليه جبنة موتزاريلا. والأكلة بحسب لها حسبتها كده ما تتخطاش معايا 200 جنيه ل6 أفراد. فبجيبها وبعملها وبحط فيها فلفل أخضر، فلفل ألوان، بصل، بضاعف كمية العصاج والجبن كمان. وبعملها وعملتها معاكم في القناة قبل كده كتير جدا جدا، تقدروا ترجعوا للطريقة بتاعتها. وبعملها على البارد وكله ني في ني. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، بحبكم جدا جدا جدا، وما تنسوش اللايك، ومع السلامة.